گوهدارن هیوی اف ام دنباش از آریا حاجی دکوشه یانوش دارده لگلومه دخلکا ایرو دا ام دا سیمینار که تندرستی بناوی الاسترجال والشعرانية عند النساء ام تدا آمده بون و دکتورا نسرین رشید یاکو پسپورا دا نخوشی انجنان دا اف سیمینار پیشکش کر و داوی سیمینار دا ما چند پرس جو دکتورا کرن دست بکه مجه پرسی چما بس داوی بوج لدارخستنا و سیمیناری و هر وها چبون خالین هری گرنگ تیدا و چه سدما زیده بونا هرمونات آیا لجم جنان یکو دبن سدم جوین خوشیه را و چاوا تی چاره سر کرن و چه جداهی هیا دناف برا چاره سر کرن وین خوشیه لجم کچا و لجم جنین متزوج و اوین برسوی دکتورا جبرسین مرا. الهدف من هذه المحاضرة طبعا التوعية الصحية عند النساء، لأنه النساء راحوا عم يسألوا عالم جاهلة، عم تسأل جيرانتها، عم تسأل مثلا صديقتها عن شغلات. أنا بدي بس التوعية الصحية، هدفي هو التوعية الصحية عند النساء، وخاصة موضوع الاسترجال والشعرانية هو إنه مو بس من الناحية التجميلية. أبرز نقاطه أنه كيفية معالجة الشعرانية عند الفتيات وكيفية معالجة العقم عند النساء المتزوجات، لأنه هذا كله متعلق بالمبيض، متعلق بالهرمونات الذكرية والهرمونات الأنثوية عند النساء. طبعا هناك عدة اضطرابات مبيضية وظيفية، أهمها هو المبيض متعدد الكيسات واللي يشكل 1 ل 4% من النساء يعانون من هذا المرض. هناك فرط تنسج الخلايا الصندوقية، يعني تنشؤات مبيضية تؤدي إلى الاسترجال والشعرانية وهي أسباب غير شائعة. والشعرانية الغامضة يكون في ارتفاع خفيف إلى معتدل بدون ارتفاع مستويات الأندروجينات يعني الهرمونات، ويشير إليها بالشعرانية العائلية أو الشعرانية الغامضة. متلازمة المبيض متعدد الكيسات يعتمد على تثبيط المبيضين بمانعات الحمل والمضادات الأندروجينات واللي هي اسمها السبيرونولاكتون والسيبروتيرون أسيتات، وفي دواء حديث اسمه السيميتيدين. هؤلاء ينعطوا عند اللي بدهم يتعالجوا مشان المبيض متعدد الكيسات. وهناك المعالجة التجميلية، فنضبط إنتاج الأندروجينات الشاذ. طبعا إيش نساوي نحن؟ إزالة الأشعار موضعيا، إضافة إلى المنابلة الكيمياء حيوية يعني الحلاقة، الكريمات، الكهرلة، إما عن طريق النتف. يعني طبعا عن طريق النتف ما ننصح فيه أبدا، لأنها تنبه جريئات الأشعار المجاورة وتحرض على النمو، فتعطينا شيء معاكس. النتف هو ممنوع، إذا الحلاقة والكريمات والكهرلة فقط. النتف هو اللي يساوي إنه يصير الشعرة عم تنمو بشكل أسمك وبشكل أسخن وبشكل أسود أكتر. فهو الحلاقة هو أحسن شيء مشان نعالج. طبعا الحلاقة إنه الشعرة رح تنمو بسرعة ولكنها ما تنبه نمو أشعار زيادة. الفتاة نحن نعالج الشعرانية ونعالج الاسترجال. بين المرأة المتزوجة فنحن نعالج العقم، لأنه بنعرف أنه الشعرانية تشكل 90% من هذا المرض بينما العقم 75%. فنحن عندنا النساء المتزوجات نعالج العقم بإعطاء محرضات الإباضة مع تثبيت الكورتيكوستيرويدات، يعني بنعطي كورتيزون أوقات حسب المعالجة. يعني عند الفتاة نحن نعالج الشعرانية فنعطي حب مانعات الحمل ومضادات الهرمونات الذكرية، بينما عند المرأة المتزوجة فنحن نعطي معالجة العقم، لأنه نحن نعرف أنه 75% اللي عندهم مبيض متعدد الكيسات لديهم عقم، بينما الشعرانية عند الفتيات. فاللي عند المرأة المتزوجة ما فينا نعطيها حب المانع الحمل وهي 75% عندها عقم، فنعالج العقم ما نعالج الشعرانية أبدا عند المتزوجة.